منذ أن غادرت الجماهير المكسيكية التي كانت واحدة من أفضل وأجمل الجماهير التي شاركت في بطولة كأس العالم. ريال مدريد بطلا لمنافسة الانتركونتيننتال، والمدرب كارلو أنشيلوتي يضيف لقبا آخر إلى ألقابه المسجلة مع ريال مدريد. الرجل الذي كما نعلم تماما درب الريال على فترتين، الأولى كانت في موسمين متتاليين 2013-2014، وحقق من خلالها لقب بطولة أو حقق من خلالها كأس الملك وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في فترته الأولى 4 ألقاب، وفي فترته الثانية حقق لقبين دوري وكأس الملك، وحقق السوبر في مرتين، وحقق أيضا دوري الأبطال في مرتين، وحقق السوبر الأوروبي في مرتين، وكأس العالم للأندية، والآن الانتركونتيننتال. 15 لقب لكارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، يضع نفسه في قمة الهرم كأكثر المدربين تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي الملكي. أكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي الملكي ريال مدريد هو كارلو أنشيلوتي. كارليتو المدرس والأستاذ والكبير الإيطالي يضيف لقبا جديد. الصغير البرازيلي إندريك اللاعب الآخر أيضا، والحديث عن أردا جولير، لوكا مودريتش قائد الفريق، آخر من يستلم الميداليات الذهبية. وتحية لرئيس النادي ربما في موسمه الأخير، نعم موسمه الأخير، يستعد لرفع بطولة أخيرة، وأمامنا 3-4 بطولات أخرى، السوبر الإسباني وكأس إسبانيا والدوري ودوري الأبطال. غير هذه البطولة الريال من جديد يتربع على عرش قارات العالم بطلا لانتركونتيننتال 2024 هنا في استاد لوسيل، يضيف بطولة أخرى إلى سجلاته المرصعة بالإنجازات والألقاب. مبروك لعشاق ومحبين ريال مدريد في كل مكان. امبابي يحقق لقبها الثاني مع الريال بعد السوبر الأوروبي، يأتي لقب الانتركونتيننتال. مشاهدينا عبر قنوات الكأس أينما كنتم، أرجو أن أكون قد وفقت في نقل أحداث هذا اللقاء على أمل الالتقاء. دمتم بحفظ الله ورعايته بالصوت والصورة. إلى الزملاء في المجلس وراعي المجلس خالد جاسم.